آمي أو إيمي روكو كوميدية سعودية منقبة تصور مقاطع فيديو ساخرة وتضعها على الانستغرام. المشاهد عادة تكون مستوحاة من الحياة اليومية للفتاة السعودية، وحققت متابعات بالآلاف على حسابها. نتابع. بس كنت بقول لكم ان انا شاكيرا. اوكي. بامبو. كوميدية سعودية، وصف نادر التداول في المجتمع السعودي، وإن أضفنا وصف منقبة أصبح المسمى مثيرا ومستغربا بشكل أكبر. إيمي روكو اتخذت من مواقع التواصل مسرحا لعرض إمكانياتها الفنية التي تعتبر كوميدية في غالبها، وحازت إعجاب عشرات الآلاف الذين باتوا يتابعونها على موقع انستغرام. لأنه قبل ما أبدأ انستغرام كنت في فاين، من الفاين انتقلت انستغرام، عشان كذا مقاطعي قصيرة. الفاين 6 ثواني فقط، فبعدها انتقلت للانستغرام وزي ما شفتي كيف بوف. او ماي جاد، الف مبروك يا قلبي، الف ماما حتى صار الشيء تزوجت. مشاهد يومية من حياة الفتاة السعودية تجسدها إيمي بسخرية من خلف نقابها الذي تقول إنها لا تقصد من لبسه التخفي، إنما ترتديه حتى في حياتها الطبيعية. طبعا أغلب المقاطع تكون صارت لي أنا خاصة، فأصور الفيديو وأرسله لأصدقائي. بعدين صرت أسمعهم الحكاوي اللي يحكوا لي، الكلام اللي يقولوا لي، صرت أوكي ذاتس نايس، أصورها وأرسل لهم نفس الشيء. لين ما شوية شوية صارت حتى في جلسات الحريب، يعني أي حاجة صرت يعني أصور فيديو منها، مو بس حاجة صارت لي أنا. صدقي كيوت. قولي ما شاء الله، 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 قولي ما شاء الله. الشابة الكوميدية تقول إن عائلتها على علم بما تنتجه من مقاطع كوميدية منذ أن بدأت بتصويرها. أما المجال الفني فإن إيمي لا تمانع في دخول المجال الفني شرط ألا تخلع نقابها عند أداء أدوارها. يعني ما تعرف ايش ممكن يصير، عرفتي؟ هي للفتاة السعودية، وحققت متابعات بالآلاف على حسابها. نتابع. بس كنت بقول لكم ان انا شاكيرا. اوكي. بامبو. كوميدية سعودية، وصف نادر التداول في المجتمع السعودي، وإن أضفنا وصف منقبة أصبح المسمى مثيرا ومستغربا بشكل أكبر. إيمي روكو اتخذت من مواقع التواصل مسرحا لعرض إمكانياتها الفنية التي تعتبر كوميدية في غالبها، وحازت إعجاب عشرات الآلاف الذين باتوا يتابعونها على موقع انستغرام. لأنه قبل ما أبدأ انستغرام كنت في فاين، من الفاين انتقلت انستغرام، عشان كذا مقاطعي قصيرة. الفاين 6 ثواني فقط، فبعدها انتقلت للانستغرام وزي ما شفتي كيف بوف. او ماي جاد، الف مبروك يا قلبي، الف ماما حتى صار الشيء تزوجت. مشاهد يومية من حياة الفتاة السعودية تجسدها إيمي بسخرية من خلف نقابها الذي تقول إنها لا تقصد من لبسه التخفي، إنما ترتديه حتى في حياتها الطبيعية. طبعا أغلب المقاطع تكون صارت لي أنا خاصة، فأصور الفيديو وأرسله لأصدقائي. بعدين صرت أسمعهم الحكاوي اللي يحكوا لي، الكلام اللي يقولوا لي، صرت أوكي ذاتس نايس، أصورها وأرسل لهم نفس الشيء. لين ما شوية شوية صارت حتى في جلسات الحريب، يعني أي حاجة صرت يعني